عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في سؤال اتسأل لي كتير: ازاي اسافر من مصر على شغل في الامارات، او انا ازاي سافرت على شغل في الامارات. طبعا كل اللي هقوله ده عن تجربة شخصية، مش لازم ان يبقى صح 100%، بس اللي انا شفته ان معظم عقود العمل، عشان الناس اللي بتسأل عن عقود عمل، بتكون للصنايعية والعمال اللي هم معاهم حرفة، او العمال اللي هم المساعدين في المعمار والكلام ده. واوقات كتير بيحصل فيها مشاكل بسبب اختلاف في عدد ساعات العمل، اختلاف في الأجر، اختلاف في الأماكن اللي بيقعد فيها. طبعا هنا في الإمارات العامل بيقدر ياخد حقه تالت ومتلت زي ما بيقولوا عن طريق القانون، بس في ناس لما بتسافر وتيجي تلاقي الموضوع مختلف، بتقولك أنا مش عايز وجع دماغ، وبتستسلم الأمر الواقع وبتشتغل. فأنا نصيحتي ليك، لو أنت عامل أو معاك حرفة وعايز تطلع العقد عمل، شوف شركة توظيف مضمونة 100%، تكون سائل عنها وواخد العقد وسائل في السفارة. لو حد ليك في الإمارات يسأل عن سمعة الشركة هنا، يسألك عليها وتتوكل على الله وتيجي. ده بالنسبة اللي عايز يطلع على عقود عمل. الناس اللي عايزة تشتغل في خدمة العملاء أو محاسبين أو مديرين أو أيا كان، يعني عايز تشتغل في شركة كبيرة، ده صعب تطلع على عقد عمل. انت ممكن تيجي هنا تعمل الزيارة بتاعة البحث عن فرص العمل أو استكشاف فرص العمل، أو تعمل زيارة وتعدل وضعك لما تيجي تخليه، لأن طبعا الشغل بالزيارة مخالف للقوانين، فلازم تيجي تعمل إقامة. ولازم عشان تاخد الخطوة دي تبقى متأكد إن الإنجليزي بتاعك كويس جدا ويكون معاك شهادات خبرة. لو الإنجليزي بتاعك مش كويس جدا ومعاك شهادات خبرة، اشتغل على نفسك الأول وبلاش تسافر لحد ما تبقى مؤهل لسوق العمل، لأن هنا الناس كتير ومؤهلين وكويسين جدا، فعشان تنافس معاهم الموضوع صعب. السفر ممكن يبقى نعمة تيجي تشتغل وحياتك تتغير للأبد يعني، أو تبقى في ليفل تاني. ممكن يبقى نقمة، في ناس بتخالف، تصرف اللي وراها واللي قدامها، متبقاش عارفة تعيش هنا ولا عارفة ترجع بلدها، حياتها تتدمر. فلازم انت تشتغل على نفسك كويس، متتسرعش في السفر. أما لو عايز تعمل إقامة، وده أضمن الحلول، إنك تيجي تعمل إقامة على شركة هنا، أو لو ليك حد هنا يعملك إقامة وتيجي على طول على إقامة، تريح دماغك من موضوع تجديد الزيارات، تريح دماغك من موضوع المخالفات لحد ما ربنا يكرمك بشغل. ممكن بقى الإقامة بيبقى معاها جواب إعارة تشتغل في أي مكان تاني بشكل قانوني، أو تلغي إقامتك وتعمل إقامة على الشركة التانية لو شركة كبيرة. والموضوع ده هيسهل لك فرص كتير، لأن في محلات كتير أو أماكن كتير بتستخسر تعمل إقامة للناس، فبتستسهل اللي معاه إقامة. عندكم أي أسئلة بتدخلولي على اللايف، بفتح كل يوم الساعة 7، وبقى اسألوني عليها، وأتمنى دعمكم بلايك أو كومنت. السلام عليكم.